تكون في نفس رحلة الطيران من دولة خليجية إلى الرياض، ويكون أحد رفقاء الرحلة في مقصورة الدرجة الأولى الفنان ناصر القصبي. كانت الرحلة وقت المغرب، وقت الأصيل، في نفس الوقت الغروب يحدث، فلذلك الصور بعضها مظلم. وكان الفنان ناصر القصبي يطالع الجريدة باستغراق وأزعجناه. كنا عائلة كبيرة محتلين المقصورة الدرجة الأولى، وحنا وعائلة ثانية امتلأ المكان فينا وفي ضجيجنا، وهو كان مركز كما تشاهدون على الاطلاع على الصحيفة. قد يكون يعني نوعا ما شعر بإزعاجنا الكبير. كانت رحلة لطيفة بوجوده، فنان قدير له كل الاحترام. نشكر له تحمل إزعاجنا وتصويري، حتى خرجت معي كم لقطة معقولة. لم أنجح بسبب ضيق الوقت. كانوا يحاولون أنهم يسيطرون علينا كعائلتين، وكانوا يحاولون يجلسونا ونربط الأحزمة عشان الإقلاع. وفي نفس الوقت أنا ضايقني موضوع وقت الغروب اللي ترك بعض الصور معتمة كما تشاهدون. نقلتها لكم بكل مصداقية وما تنقيت الأفضل علشان يتضح حجم معاناة الباباراتسي والمصورين اللي مثلي، الخفيين أو المعروفين بتطفلهم في مثل هذه المواقف اللي تحتاج أن الإنسان يكون سريع البديهة ويستغل الموقف ويعرف كيف يحبس اللقطة ويحفظها ويحفظ الذكريات الجميلة.